اكو شركات صيرفه داخل السجون. شلون انا بدي اقول لك شلون شركات صيرفه؟ طبعا احنا ياخذون المبالغ. اكو سجن ب10 قاعات، هاي ال10 قاعات كل شهر لازم يحصلون من كل قاعه 10,000 دولار. قال الاستاذ كيفيه وصول هذه المبالغ على شكل ارصده، يعني هسه واحد ما عنده ما يقدر واحد يزور واحد عنده سجين بأحد السجون يحول له رصيد 200,000 300,000 مليون، هاي تصرف. اكو ناس هناك صيرفات، الاهل الصيرفات منهم اما مسؤول بالسجن واما منتسب واما ضابط واما غيرهم واما من الناس اللي موجودين هم المحكومين بالجسم. هذا صيرفات انا احكي لك اياها. يعني حكى الاستاذ قال انه احنا اكو من الفكر السلفي، اكو من القتله، اكو من السلاب، اكو من الفساد، اشكال بالسجون. لكن انت ترجع انه اعطيك احصائيه مثل ما قال هو قربها. لا هو قربها الاستاذ قبل الاحصائيه. نعم. 10 قاعات قلت لي كل قاعه تدفع 10,000 دولار، تدفع دفتر لمدير السجن. مدير السجن يعني انت تحكي عن تقريبا هذا سجن 100,000 دولار. هذا سجن واحد. لا 100,000 دولار. نعم. يعني احنا نحكي عن 150 مليون يستلم مدير قاعه من سجن واحد من 10 قاعات. نعم. احنا قلنا شلون تفهم. هسه راح هو قربها من هاي مدراء السجون تلقاهم بالملايين.